السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا يا مسكرين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين اكلتنا الحلوة ما شاء الله، الله اكبر. صينية بطاطس باللحمة، ومعانا الشوربة الدسمة وماسورة كده حلوة منورة كده في الشاشة عندنا، والرز بالشعرية الجميل المفلفل ما شاء الله، الله اكبر. الوجبة ديت تكفي 6 أفراد أو 7 أفراد، ولو انتي مثلا أسرة مكونة من 3 أفراد ممكن تقضي معاكي يومين. يعني حاجة حلوة كده ومرة في الأسبوع تعمليها وتبقى يعني ايه ماشية الدنيا كده ان شاء الله، ايه على خير كده يا رب. هعمل معاكم النهاردة ان شاء الله صينية البطاطس وفيها بعض التركات كده بسيطة. ويلا بينا نبدأ. صينية البطاطس. دلوقتي انا كنت بخرج صينية البطاطس، واللي منور معانا على الرخامة ده السيد قدومة بركبه، قاعد حرام بقى وكده، فيلا بيقعد معايا يتسلى، فيلا بينا يقعد معانا مفيش مشكلة. المهم هنا كنت بخرط البطاطس وخرطت البصلة وحطيت مادة دهنية بسيطة في الصينية اللي هي قدامنا دي. حطيتها ليه مادة بسيطة عشان هشوح بيها البصلة والتومة والبطاطس، هشوحهم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، حاجة بسيطة قوي. ليه بقى؟ عشان خاطر احنا عندنا شوربة دسمة ما شاء الله، وهنحط منها مع عصير الطماطم في صينية البطاطس، فمبقاش فيه دهون كتير ويعني ايه تبقى تقيلة كده على ايه على قلبنا وكده. فلا يعني تبقى خفيف خفيف ونراعي برضو إيه الدنيا. فالمهم احنا كده هنا خرطنا البصلة، وبعدها بعد التخريط انا هخرط تومة. التوم هنا لو انتوا شفتوه او لاحظتوه هتلاقوه توم كده طري. ده عشان انا مفرزاه بطريقة سهلة جدا، لا اقعد اقشر ولا اقعد اعمل اي حاجة من الحاجات دي. ليه بقى؟ انا بعمل ايه في التومة؟ انا بجيب مثلا التوم، بسيبه براسه بكل حاجة وبقشره وكل حاجة اللي هو حوالين الراس ده نفسها، وبقوم حاطاه في الفريزر يوم بس واحد كده ويجمد، وبعد كده تطلعيه يعني دقيقة واحدة بس على الرخامة. يفك يا دوبك، بس بتضغطي على التومية كده تقوم باظة على طول طالعة منها. في ناس بتحب تفرز التوم بعد ما تخرطها او تفرمها، تمام معاكي. في ناس بتحب الواحدة بوحدتها، وعلى حسب يعني الاكلة براحتك، حبة كده حبة كده، حبة تعملي كده حبة تعملي كده براحتك. المهم ان الطريقة دي سهلة جدا جدا في تقشير التوم، ولا بقى يحرق ايدك ولا اي حاجه من حاجة، ولا يعذبك ولا اي حاجه من الحاجات دي. سهله قوي، يا دوبك هتحطيه في الفريزر، هيطلع تاني يوم على طول، يعمل على الرخامه، يفك على الرخامه، يا دوبك لمسه بس بسيطه هيقوم طالع معاكي. هنا النار دي ما كانتش مسعفاني شويه، حطيته على الوسط لان كان يوم الاثنين ده كان يوم صيام و... واحنا كنا صايمين الحمد لله يعني يا رب. وكده، وكان بقى محمد خلاص، كانت اللي هي قرب الساعة بقى، وبدأت اتوتر بقى عشان قرب المغرب، ومحمد يبقى جعان وكده، ما ينفعش. سيد البيت بقى ما ينفعش يا جماعة. فمهم هنا كنت بوريكم الماسورة ما شاء الله، يعني كانت استوت ما شاء الله معانا وكانت جميلة. وهنا حطيت المادة الدهنية في الحلة بتاعة الرز بشعرية، وحطيت الشعرية. معلومة حلوة وتركة حلوة برضو عشان الشعرية يبقى لونها موحد معاكي، حطي معلقة ملح صغيرة. دي لا يعني دي مش بتاعت حوض او اي حاجه من الحاجات دي، لا انت بتعملي بيها بتوحدي اللون بيها. وهنا كنت بوريكم الماسورة على النخاع. النخاع ده يا جماعه مفيد جدا 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 للشعر، والبنات اللي عايزه تحافظ على شعرها ويعني والعظم طبعا، والغضاريف والحاجات اللي ما بين الغضاريف وبعضها. هنا كان الرز ما شاء الله استوى معانا ومفلفل. انا بقى لازم اسيب التاتش بتاعي ابدا، لازم احطه. فكنت بعمل برزنتيشن كده حلو قوي للرز على شكل ورقة شجرة. لان طبعا انتوا عارفين ان العين بتاكل قبل البق. ف... فلازم بقى نعمله كده ونظبطه كده ونقدمه كده بشكل حلو وشيك. حتى لو لمسة بسيطة. وادي معانا دلوقتي صينية البطاطس، وحاطين عليها طبعا الصلصة بتاعتها والشوربة وقعدوا يتسبكوا مع بعض وكده. وما شاء الله يعني اتشربت، وبعد كده دخلناها الفرن كده، خدت وش كده خفيف. وبعدين طبعا كنا مستعجلين عشان خاطر خلاص بقى كان المغرب كان أذن ما شاء الله يعني، وكان بقى الحاج محمد جعان وكده. فقلت بقى يلا كفاية على كده ورحت مطلعاها.
وبكده يكون الاكله بتاعتنا، يا رب تكون عجبتكم يا رب. ولو في اي حاجه عايزين تعرفوها او كده اكتبولي في الكومنتات. وفي الرز هنا انا حطيت برضو توابله يا جماعه، حطوا حبه فلفل اسمر بيبقى جميل قوي ما شاء الله يعني. وما تنسوش يا حبايبي الاشتراك واللايك وتفعلوا زر الجرس وتصلوا على النبي عليه الصلاه